بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وأنتم طيبين. سامعني يا مالك؟ سامعني يا مؤمن؟ مين؟ أهو. ما هي كده فعلا. مالك سامعني يا مالك؟ شاور يا مالك إنك سامعني. السلام عليكم. مؤمن سامعني يا مؤمن؟ الصوت واصل يا جماعة ولا إيه؟ يا معاذ لو سامعني ارفع إيدك. علي تامر أنت موجود ولا لأ؟ ايوه مين؟ ماشي تعالى، أنت نمت ولا إيه يا علي؟ مالك سامعني يا مالك؟ أستاذ محمود. عايزين نبدأ الكلام بس الناس تبقى موجودة. يا مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنتكلم عن البرنامج. لازم تنزل اول برنامج الزوم على الجهاز عندك. وبعد كده هبعت لك رابط تدخل عن طريقه. كل اللي عليك انك تدوس على الرابط بس. كل اللي عليك انت بتدوس على الرابط وبيدخلك على البرنامج، بس اهم حاجه البرنامج يكون متسطب عندك عليه. طبعا احنا استخدمنا الطريقه ديت عشان الظروف اللي احنا فيها. ما كانش ينفع ان احنا نطول اكتر من كده، ومن غير ما الولاد يرجعوا تاني يمارسوا الرياضه وينشطوا نفسهم من اول وجديد. طبعا تليفونات كتير جات لي بسبب كسل الولاد وان الولاد بقت بطيئه جدا وما بتعملش حاجه في البيت وكسل وحاجات كتير كده يعني. عشان كده قررنا ان احنا نرجع النشاط تاني، طبعا بطريقه امنه من غير ما نضر الولاد وحفاظا على مصلحتهم، وندعي ربنا ان ربنا يعدي الظروف اللي احنا فيها دي على خير ان شاء الله. النهارده طبعا هنستغل ان هو اختبار للبرنامج، ونجرب كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي. وفي نفس الوقت برضه هنقول شويه حاجات كده مهمه عشان خاطر يعني هنعرضها بعد كده، هننزلها هننزلها في فيديو وننزلها للناس عشان تشوف ايه الكلام اللي احنا قلناه، برضه ما يبقاش ايه راح عليهم. برضه الناس اللي قابلتهم مشكله يا ريت يوضحها لنا، يتواصلوا معايا عشان يعرفوا لنا المشكله اللي قابلتهم ايه ونحاول نحلها عشان يتقابلوا معانا. بدايه كده، موضوع كورونا ده جه مفاجئ، يعني كلنا اتفاجئنا بالموضوع.
ما كانش حد مرتب نفسه على حاجه. في حاجات كتير قوي في حياتنا، يعني مش بس على قد الرياضه. بس كل ربنا سبحان الله، ربنا كل حاجه بينزلها بيبقى لسبب والحكمه معينه. لازم نكون اتعلمنا حاجات كتير قوي في الفتره اللي عدت ديت. يمكن اهم حاجه اتعلمناها او عرفنا قيمتها هي الوقت. الاول كنا ما بنلاقيش وقت عشان نعمل حاجه، انما دلوقتي عندنا وقت كتير قوي. اللي هيستغل الوقت ده صح هو اللي هيستفيد، اللي هيستغل الوقت ده غلط هو الخسران. بالعكس، زياده الوقت هنا بقى بالنسبه لنا هتبقى مشكله. الاول كنا بنشتكي من قله الوقت، انما دلوقتي هنشتكي من الوقت بتاعنا ما قدرناش نستخدمه بالشكل الصحيح اللي يخلينا نقدر ان احنا نحافظ على حياتنا ماشيه بشكل كويس. هنتكلم النهارده في ازاي نستغل الوقت دوت. قبل ما ندخل في موضوع في الرياضه واهميتها وان احنا دلوقتي يمكن عرفنا، يعني ناس كتير قوي بعيد عن الرياضه عرفت اهميه الرياضه، وعرفت الفوائد اللي بتيجي الرياضه. لان كان في ناس كانت فاكره الرياضه او التمرين مجرد ترفيه. يعني ناس كتير قوي يعني كانت واخده الرياضه دي مصدر ترفيه فقط، مش واخداه ان هو حاجه اساسيه، حاجه مهمه زي الاكل وزي الشرب وزي حاجات كتير قوي. هنقول بقى دلوقتي الاول احنا ازاي نستغل الوقت اللي احنا فيه دوت. طبعا اهم حاجه كلنا محتاجين ان احنا نقرب من ربنا جدا. لذلك موضوع الطاعات والفروض اللي ربنا فرضها علينا دي لازم نرجع نفسنا فيها تاني. حد بيقول لي مش سامعين؟ طيب المشكله عند الكل ولا نشوف؟ مؤمن سامعني يا مؤمن؟ علي تامر سامعني؟ ايوه سامع. ايوه ايوه، عندك مشكله كده يا استاذ محمود. هو يعني احنا يا ريت نقابل النهارده كل المشاكل عشان نحاول نحلها، عشان ما تقابلناش تاني في التمرين بكره. استاذ محمود ممكن تراجع الصوت عندك في التليفون، يعني ممكن كنت تعلي الزراير اللي في الجنب ديت او تشوف البرنامج نفسه، بس الصوت عندي كده تمام. مؤمن تمام. طيب خلونا الاول نتكلم، هنرجع لورا كده ونتكلم تاني عن البرنامج نفسه. يا جماعه البرنامج بسيط جدا. احنا قبل ما تدخل البرنامج هتسطب برنامج زي اي برنامج عادي، زي ما عندك الماسنجر، زي ما عندك الفيسبوك، زي ما عندك اي برنامج هتسطب برضو برنامج الزوم. الايقونه بتاعت البرنامج انت مش هتدخل عليها خالص. انا هبعت لك رابط عن طريق الماسنجر، انت بتدوس على الرابط دوت، على اللينك دوت، بتدخل على طول بتدخل على طول على الزوم. اول ما هتدخل هيطلب منك الاسم. يا ريت بقى يا ريت ان احنا نكتب اسم اللاعب، يعني كل واحد داخل يكتب اسم اللاعب، يكتب مثلا محمد تامر، يكتب مؤمن السيد، يعني يكتب اسم اقدر اتعرف انا عليه بسرعه يعني. دي نقطه. بعد كده دخلت البرنامج، بعد ما دخلت البرنامج هتلاقي الكاميرا فتحت عندك على طول، يعني او هيقول لك الاول انت في انتظار الطرف الثاني يقبل، اللي هو انا. متى ما انا قبلت عندي خلاص انت بتدخل عندك الكاميرا بتاعتي بتبقى مفتوحه عندك، يعني انا زي ما انتم شايفيني كده ببقى انا شايف. لو في تحت هتبص في البرنامج من تحت هتلاقي، يعني هتلاقي شويه ايقونات كده. لو جبناهم من ناحيه الشمال، اول واحده عباره عن مايك، دي بتاعت الصوت. بعدها على طول الفيديو. انت هتدوس على اي علامه، اي واحده من دول، سواء المايك او كاميرا الفيديو. اللي هتدوس عليها ويبقى عليها شرطه دي معناها انها كده مش شغال. انما لو مش عليهم الشرطه ديت يبقى انت معنى كده ان الصوت شغال زي ما واضح قدامي. اي علامات ثانيه انت مش محتاجها، يعني انت لما نيجي نبدا موضوع بعد كده الاسئله
هتلاقي في شكل محادثه كده. مين عند مؤمن برضو؟ تعالي صوت التليفون. طيب يا جماعه احنا هننزل الفيديو دوت، احنا هنشرح كل حاجه في الفيديو دوت وننزلها، وبعد كده انتوا راجعوا بقى، وكل مشكله وتشوف حلها ايه. ماشي. هنرجع تاني للبرنامج. انت دلوقتي المفروض انك شايفني، المفروض انك شايف المكان اللي انا محدده عشان اصور فيه او عشان نتمرن فيه. انت كذلك برضو بتجهز مكان عشان تتمرن فيه. بتظبط الكاميرا الاماميه بتاعتك هي اللي تبقى وشها للمكان اللي انت هتتدرب فيه. حد بيثبت لك التليفون طبعا، حد بيثبت لك التليفون او انت بتثبته مسطره التليفون كده وتحط حاجه تسنده لو مفيش حد ايه. يعني احنا لازم نعود ولادنا ولازم تتعودوا ان انت ان انت اللي تعمل حاجتك بنفسك، دي اهم حاجه. ندخل بعد كده، ندخل على الجزئيه الثانيه كده. بالتالي البرنامج كده خلاص، موضوع البرنامج نفسه مش في حاجه ثانيه. لما هنخلص خالص لما نخلص التمرين، انا ممكن من عندنا اخرج كل الناس، مش محتاج حتى ان انت تخرج من البرنامج. اللي هيعوز يخرج طبعا عشان برضو يبقى كل حاجه. في الوقت التمرين بيوقف التسجيل. بنشوف برضه طريقة ليها إن أنا أوقف يا جماعة. طب إحنا قلنا النهاردة إحنا ده بس الأول، وبكرة نحل المشاكل بقى في بعد كده. طالما في حد عندي سامع أو في حد شايف، يبقى كده البرنامج ناجح. اي مشاكل تانية بقى تبقى المشكله من عندك انت او من عندكم انتوا، هنبتدي نحل فيها. بس احنا بس ايه، نتكلم عن البرنامج عامه. لسه عندك المشكله يا مؤمن؟ طيب يعني انت سامعني كده؟ طيب تمام. انا ملاحظ ان المشاكل هي بتظهر وبتتحل، يعني هي برضه هتلاقيها راجعه للتليفون او للجهاز اللي انتوا بتستخدموه يعني. ماشي. فيبقى احنا زي ما احنا اتفقنا طبعا الرابط ده انا ما اعرفش برضه اذا كان الرابط ده نقدر نستخدمه كل يوم او ده في محادثه واحده. فاحنا بكره او انا بعد ما اخلص بكره هجرب الرابط ده نفسه. لو دخل نفس المقابله الميتنج هو نفسه هكتب لكم نختاره تاني. لو محتاجين ان احنا نجدد الرابط هجدده وابعته لكم برضه نفس. طبعا انا متاكد ان في اولياء امور عندهم خبره اكتر مني في الموضوع ده، بس احنا كلنا بنساعد بعض. نخش على الجزئيه اللي بعد كده، او الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، الوقت. الازمه ديت علمتنا ان الوقت ده حاجه مهمه جدا، وحاجه احنا ما كناش حاسين بقيمتها. حاجه احنا ما كناش حاسين بقيمتها. يا جماعه طب ما تردوش بقى على التليفون خلاص. احنا قلنا هنسجل يا جماعه الفيديو دوت، والناس كلها تشوفه لحد لما نشوف المشاكل ونحلها. خلاص ولا ايه؟ خلاص. لا ما تردوش بقى لحد. خلاص، ما هو سامعين مؤمن سمع، رد علينا هو سمع. ما فيش، هو كل واحد تبقى مشكلته في التليفون، مش هتبقى مشكله. نرجع بقى لموضوع الوقت يا جماعه. احنا دلوقتي لازم نستغل وقتنا بشكل كويس، ولازم نحس بالنعمه اللي ربنا مديها لنا وهيحاسبنا عليها. زي ما كانت زي ما النعمه دي ربنا
واخدها كان واخدها مننا، وكان في انشغالنا كان مش محسسنا بيها. دلوقتي ربنا حسسنا بيها، حسسنا ان احنا كان عندنا نعمه كبيره بس ما كناش مستغلينها. مش عايزين نضيعها. ما ينفعش يبقى انت الاول كان عندك مدرسه وكان عندك دروس وكان عندك تمرين وكان عندك واجبات وكان عندك كل دوت. النهارده ما ينفعش بقى خلاص حياتنا كلها تبقى لعب بس. ما ينفعش نقضي حياتنا كلها في اللعب. يعني ما عنديش بقى مذاكره، ما عنديش دروس، ما عنديش مين اللي قال الكلام دوت. لا، انت لسه مطالب منك انك تراجع معلوماتك تاني، وانك تثقف نفسك كل شويه وتقرا، وما توقفش الموضوع على قد الدراسه بس وعلى قد التعليم بس. لان بالشكل ده كده يبقى احنا بنخسر وقت وبنخسر حاجات كتير قوي. زائد ان احنا برضو المعلومات زي ما بتزيد او زي ما كده المعلومات بتتنسي برضو بتروح. يعني انت هتيجي لو انت شاطر متفوق، مش معنى ان كل الناس ما بتذاكرش يبقى انت لو ما ذاكرتش هتيجي السنه اللي جايه هتبقى بنفس مستواك. لا، المستوى بيقل. المستوى بيقل لو انت ما نمتش مستواك كل شويه وما راجعتش وفضلت على طول محافظ على معلوماتك وتسترجعها كل شويه، هتخسر معلومات كتير. عشان كده لازم كل شويه، مفيش مانع انك تمسك الكتب بتاعتك، انك تمسك اي كتب خارجيه او تمسك اي حاجه وتقرا فيها. ما تضيعش وقتك، استغل وقتك على قد ما تقدر. برضو تخصيص الوقت او اداره الوقت، يعني انت ترتب يومك. مش وقت ما انت تبقى عاوز تعمل حاجه تعملها، لا، لازم تبقى مرتب يومك، مرتب الوقت اللي انت بتذاكر فيه، مرتب الوقت اللي انت عندك عباده فيه، عندك صلاه، عندك طبعا موضوع الصلاه ده طبعا يعني هنتكلم فيه باستفاضه وهنتكلم فيه بشده، وهنقول ان اهم حاجه في الفتره اللي احنا فيها دي ان احنا نقرب من ربنا. اهم حاجه. يعني اللي كان مقصر شويه في الصلاه بتاعته، كان مقصر في اي حاجه، لازم يرجع تاني ويصلي ويحاسب نفسه على اي حاجه كان بيعملها ويستقيم ويظبط حياته كلها. لذلك قبل ما نسال عن التمرين وقبل ما نسال عن التمرينات اللي احنا واخدينها وعن التمرين اللي فات خدنا فيه ايه وعن الكلام ده كله، هنسال عن الصلاه. نسال الناس كلها، نقول لها صليت النهارده، اديت فرض ربنا، اديت ربنا حقه. دي اول حاجه هنسال. يبقى كنا بنتكلم قبل كده على اداره الوقت، ان انت تعمل لوقتك. يعني ناس كتير قوي في الفتره ديت وقت ما تبقى عايز تعمل حاجه بتعملها، والكلام ده غلط. يعني لا، احنا دلوقتي اي حاجه ربنا كاتبها علينا بمواعيد. كاتبها علينا بمواعيد. الصلاه ليها وقت، الصوم ليه وقت، كل حاجه، حتى الزكاه ليها وقت. الزكاه برضو ليها وقت تخرجها فيها. كل حاجه ربنا عاملها بمواعيد، لان هي حياتنا لازم تترتب كده. يعني لنا مواعيد للنوم لازم نحافظ عليها. لنا مواعيد المفروض ان احنا نصحى فيها او احنا ننشط مخنا فيها او الكلام ده كله برضه لازم نحافظ عليها. في ميعاد للفطار، في ميعاد لدروسك، في ميعاد لمذاكرتك، في ميعاد حتى لو حبيت للعب نفسه او كده برضه كل حاجه لها. عشان كده الدنيا لخبط دنيته بقى، مواعيد مش مواعيد نوم وصحيان واتلخبطت، وبقى ينام بالنهار ويصحى بالليل والكلام ده كله. لا، لازم ترجع تاني، لان الحاجات دي كلها مش بس احنا مش بنصحى بس عشان ورانا مدرسه، مش بنصحى بس عشان ورانا شغل. لا، احنا الصحيان نفسه او الاستيقاظ بدري ده ليه فوائد كتير قوي. الجسم ليه مواعيد، ربنا مظبط جسمك كبني ادم عليها، ليه مواعيد تصحى فيها ومواعيد تنام فيها. يعني مثلا في حاجات في جسمك كده، يعني زي ما انت لما بتاكل بتكبر والكلام ده كله. النوم نفسه، النوم كمان برضو من الحاجات اللي بتساعدنا على النمو. وفي مواعيد للنوم، مش اي ميعاد هنام فيه هو ده الميعاد اللي هتساعدنا على. لا، يعني احنا قلنا قبل كده الكلام ده، في انزيم اللي هو خاص بالنمو بيخرج في ظروف معينه وانت نايم بالليل، في ظروف معينه مش في اي وقت. احنا قلنا قبل كده الميعاد التقريبي بتاعه من الساعه 11 للساعه 2 او بعد كده بشويه لحد الساعه 4. الميعاد دوت عشان الانزيم يشتغل، عشان
يفيدك او تستفاد منه لازم تبقى نايم، ونايم في جو معين. يعني الانزيم ده ما بيتفرزش غير في الضلمه لما يكون النور مطفي. يعني الناس برضو لان الحاجات دي كلها عوامل عشان خاطر نقدر نحافظ على الصحه. الجزئيه اللي بعدها الصحيان بدري. الصحيان بدري دي مش بس عشان يكون ورانا حاجه، احنا بنصحى بدري عشان خاطر جسمنا نفسه يفضل يستفاد من كل حاجه. نصحى بدري عشان خاطر تبتدي الدوره الدمويه بتاعتنا يعني في الصبح الدوره الدمويه بتبقى نشيطه. تفطر عشان جسمك يبقى رياضي ويبقى صحي. الحاجات دي كلها. طبعا هنقول نخش بقى على جزئيه ثانيه اللي هي ازاي ان احنا نستغل وقتنا في الاشياء المفيده. ايه الاشياء المفيده اللي انا ممكن استغل يومي فيها؟ اول حاجه طبعا اتكلمنا فيها هي ان انت ترجع تاني معلوماتك تاني. ترجع معلوماتك تاني. تذاكر، تمسك كتاب قديم، كتب السنه اللي فاتت او اللي هي لسه المفروض السنه اللي كان زمان كل سنه في امتحانات. تمسك الكتب ديت وتقرا تاني وتنشط معلوماتك وتشوف ايه اللي انت نسيته وايه اللي انت فاكره. هتلاقي نفسك فاحنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ايه الحاجات اللي انت يعني تستغل وقتك بيها او تستفاد بيها في الوقت الكبير اللي بقى فاضل. اول حاجه طبعا احنا قلنا بعد ما بتحافظ على عباداتك وتدي ربنا حقه، ان انت تحافظ على مواعيدك. كل حاجه قلنا ولها ميعاد ولها وقت. قلنا بعد كده قلنا ازاي نستغل الوقت بتاعنا. قلنا اول حاجه القرايه، ان انت تحافظ على معلوماتك، ان انت تسترجع المعلومات اللي وقعت منك، ان انت تضيف لنفسك معلومات جديده. الكلام ده كله مهم. تاني حاجه الرياضه. الرياضه طبعا الفتره الاخيره ديت والازمه اللي احنا فيها ربنا يعديها على خير، الناس كتير قوي فهمت وقرت ان الرياضه من اهم الاسباب اللي بتساعد في زياده مناعه الجسم. طبعا احنا عارفين المشكله اللي احنا فيها. حتى يعني الناس اللي بتتصاب درجات. يعني في ناس بتجي لها الاصابه في الظروف اللي احنا فيها دي لكن ما بيبانش عليها اعراض. ده بيبقى راجع لايه؟ بيبقى راجع لمناعته. كل ما مناعه الانسان بتبقى كويسه كل ما الانسان بيتحمل او بيقاوم اي فيروس او اي مرض او اي حاجه بتدخل. يبقى احنا بناخد بالاسباب وبنقول ممارسه الرياضه للكبير والصغير، مش للاطفال بس، للكبير وللصغير. طبعا كل واحد له رياضته، والرياضه عموما كلها مفيده طالما انها رياضه صح. طالما انها رياضه ما باذيش بيها نفسي تبقى رياضه مفيده. فلذلك احنا مش بنتكلم بنقول الرياضه للكبير وللصغير. الرياضه ممكن نجيبها من اي مكان. يعني ممكن نفتح اليوتيوب نتفرج على تمارين، ممكن نتابع مع المدرب بتاعنا زي ما احنا كنا عاملين نظام قبل كده ان احنا كنا بننزل تمرينات على اليوتيوب، وكنا بننزل تمرينات على الواتس برضو عشان الناس تراجع برضو معلوماتها وتستفاد وتفضل نشيطه وما تكسلش. الطريقه الثانيه اللي احنا بنستخدمها دلوقتي اللي هو التدريب عن بعد. التدريب عن بعد. فاحنا دي الطريقه اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، ويمكن هي طريقه فوق الممتاز. ونتمنى ان يعني نتمنى طبعا الازمه اللي احنا فيها دي تعدي
لكن العالم كله هيتجه في الفتره اللي جايه لنفس الطريقه دي. حتى دلوقتي الدورات، وحتى يمكن في جامعات اتجهت في تعليمها، واكاديميات واماكن اتجهت في تعليمها لنفس الطريقه، التعليم عن بعد. فلذلك احنا مش لازم نكون اخر الناس، مش لازم نكون اخر ناس نستخدم التكنولوجيا. احنا معروف عننا احنا كمصريين بالذات ان احنا يعني مخنا حلو واحسن ناس بتستخدم التكنولوجيا. وطبعا اهم حاجه ان احنا نستخدمها في حاجه مهمه. ودي من يعني انا مش شايف، يعني شايف ان هي بعد التعليم وكده دي من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن نستفيد. يبقى احنا اتكلمنا ملخص الكلام اللي احنا قلناه. الوقت احنا بدايه كده اكتر حاجه شفناها، واكتر حاجه علمناها، واكتر حاجه لاحظناها ان احنا عندنا وقت كبير قوي. ازاي نستغل الوقت دوت؟ طبعا انا بقى يعني ايه هنعمل كده في كل تمرين او في كل لقاء بيننا وبين بعض، هنعمل زي اختبار كده او امتحان كده عشان نشوف الاولاد معانا مركزين في الكلام اللي احنا بنقوله ولا لا. مطلوب منكم ان شاء الله بقى النهارده ان انت تلخص كده، تلخص اللي انت استفدته النهارده. يعني تقول انا استفدت النهارده 1 2 3 4. طبعا انت وشطارتك بقى عشان الناس ده كده نتاكد ان الناس استفادت والناس تابعت الفيديو كويس والناس يعني واخده الموضوع جد. هنقول شويه حاجات بقى كده خاصه بالتمرين عموما. احنا قلنا اول حاجه استخدام البرنامج، وبعد كده تاني حاجه توفر مكان كويس. يعني انت تحاول برضو توفر مكان امن، لان دي من الحاجات الضروريه قوي عشان تمارس الرياضه. توفر مكان امن، يعني ما تجيش في مكان كده جنب ازاز وتروح حاطط الكاميرا بتاعتك تقوم يعني تتمرن وتكسر لنا الازاز او تعور نفسك. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان انت على قد ما تقدر يعني الارض اللي تحت منك يعني لو امكن ما تبقاش بلاط او سيراميك. لو في مشايه كده او سجاده كده بس تكون ثابته يعني عشان ما تتضررش من التمرين. ثالث حاجه طبعا البدل. التمرين هيكون بالبدل. احنا لازم نتعلم ان احنا نحافظ على الفن بتاعنا وعلى اللعبه بتاعتنا في كل مكان. يعني لا مجال للاستهتار باداب اللعبه وباخلاقيات اللعبه. احنا قبل اي حاجه، وقلنا الكلام ده كذا مره، اكتر حاجه بنتعلمها من الرياضه الاخلاق والعادات الكويسه. عشان كده يعني في ناس كانت بتقول لي لازم البدله يا كابتن. لازم، لان هي البدله اول التزام منك باداب اللعبه او احترام منك للعبه وللمدرب والكلام ده. انا اهو النهارده عارف ان انا هتكلم نظري، برضو لبست دي حاجه. تاني حاجه او الحاجه اللي بعد كده الفيديوهات دي ربما تكون مسجله، يعني ممكن نسجل بعض منها كده عشان نحتفظ بيها. عشان كده خلاف المظهر ان احنا عايزين الولاد هم اللي يبقوا ظاهرين في الفيديوهات اللي معانا. يعني احنا عايزين الولاد بس هم اللي يكونوا ظاهرين في الفيديوهات اللي معانا. في سواء او سواء قلنا كلام نظري او الكلام ده كله، عايزين ايه ما يكونش فيه مشكله في موضوع الموضوع. طبعا هنتفق مع بعض على الميعاد المناسب. وانا اخترت يعني لما احد اولياء الامور مشكور وجهني ان الميعاد بدري شويه، وان اكثريه الناس بتعتمد على تليفون الوالد او الاب، فقلنا ناخر الميعاد. انا ما عنديش مشكله ناخر اكتر من كده، بس احنا مش عايزين نعدي اكتر من كده عشان برضه الجسم نفسه بيبقى تقيل ووخم والولاد مش هيعرفوا. عايز اقول لكم لو نسينا حاجه هنكملها بكره. واحنا من دلوقتي اهو اي حد هتقابله مشكله، احنا طالما ان في واحد بس شايف الكاميرا بتاعته شغاله والصوت بتاعه شغال والكاميرا بتاعتي انا شغاله عنده والصوت بتاعي شغال عنده، يبقى معنى كده ان المشكله مش من عندنا، هو في عنده مشكله
في تليفونك انت. فاحنا مع بعض هنبتدي واحده واحده كده. اللي عنده مشكله سواء على الخاص او سواء بالتليفون او سواء على الواتس او على الجروب يكتبها لي، واحنا هنراجع مع بعض واحده واحده ونشوف اللي عنده مشكله ونحاول نحلها. تاني مره كل سنه وانتم طيبين، وربنا يصلح الاحوال ونرجع تاني نتقابل ونرجع تاني نشوف بعض، ونقول لكم السلام عليكم. خلاص احنا بنقول لك ايه يعني